بسم الله الرحمن الرحيم. اول حله مقاس 28 24 22 و20. ركزي معايا بقى يا ست الكل وتابعوا الفيديو للاخر علشان هتنبهري بتكوين الطقم ده. معانا طاجن فرن مقاس 35 وكمان صينيه تقديم مقاس 18 وكمان معانا قلايتين باليد، الكبيره مقاس 28 والصغيره مقاس 20. معاك قاعده توزيع حراري. بنتكلم عن طقم جرانيت سولي التركي يا جماعه. وكمان قلايه كريب كبيره مقاس 30 عشان تعملي كريب الجامبو في بيتك وتوفري فلوس الغداء على جوزك. واللي فكرت ان الطقم انتهى على كده، احب اقول لك ان لسه معانا دبل جريل مقاس 36 يا جماعه، كبير ما شاء الله، دبل فيس على اليمتين، وكمان اليد بتاعته قويه جدا، يد تقفيل برشام باكلايت فيها مغناطيس عشان احكام الغلق، وكمان في جوان جلد عشان البخار ما يتسربش والاكل يستوي بكل سهوله، وكمان صينيه تقديم مقاس 28. وبعد ما تاكلي هتقومي تحلي مع صينيه البسبوسه 28، وكمان معاكي صينيه فرن مقاس 28 مع عدد التوزيع الحراري وختم السوليو يا جماعه ميد ان تركي، وكمان لبانه بالغطا مقاس 16 باليد الباكلايت. حاجه تحفه جدا. عارف ان طولنا عليكم بس لسه تكوين الطعم ما خلص. ادي الستاند ومعاك 3 كنكات مقاس 6.5 و5.5 و5. ولو عندك اولاد ونفسهم ياكلوا الكيكه جبنالك بريوش الكيكه مستطيل رايق. وفي النهايه هننهي بالقمر ده براد بغطا بايركس جميل جدا يا جماعه، ده مقاس 10 بالختم بتاعه بسم الله ما شاء الله. وبعد ما شفنا تكوين الطقم احب اقول لكم ان الطقم دوت مزود بقاعده ستيل لتوزيع الحراره زي اللي في الاطقم الغاليه بالظبط، وكمان يد باكلايت، وبيدخل كمان غسالة الأطباق وصديق للبيئة وعليه طبقة حماية ضد الخدش، ومتوفر ب4 ألوان. اطلبيه الآن من رسائل الصفحة توصيل لحد باب البيت، سعره مناسب جدا بالنسبة لتكوين.